ديت. ثواني، دي فراخ مش لحمه؟ لا حلو. حلو قوي. عالمي. ايه الله مش ممكن. شاي في بز. كل سنه وانتم طيبين. قبل ما اقول لكم رايحين فين ولا هنعمل ايه النهارده، احب افكركم ان احنا هنعمل سلسله في رمضان كل يوم خميس. النهارده الخميس طبعا. كل يوم خميس ساعه الفطار هينزل لك فيديو تجربه لمطبخ جديد من مطعم جديد من بلد مختلف. ويوم الاحد هنشوف اكتر طبق عجبنا وهنعمله، والانترو نزل من كام يوم، لو ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه، حاجه رايقه يعني. النهارده بقى هنجرب مطبخ ايه؟ النهارده هنجرب المطبخ الاوزبكستاني اللي هو الاوزبكي. ايه المطبخ الاوزبكي او المطبخ الاوزبكستاني ويعملوا فيه ايه؟ هنشوف مع بعض النهارده. بس ما تنسوش تخبطنا لايك شير سبسكرايب في معانا على طول، ويلا بينا. وصلنا المطعم زي ما انتم شايفين، ده المكان اهوت، اسمه مطعم اوزبكي، هو صريح كده اسمه مطعم اوزبكي. تعالوا بقى ننزل تحت ونشوف المكان. هو المطعم نازل لتحت كده. احنا ما بنصورش في رمضان عشان النهار طالع وكده، احنا ما بنصورش في رمضان. دي شاورما عاديه بس هي مش عاديه. اه طب خش تعالى كده. شايف دي قعدات هنا اهي، ممكن تيجي تقعد هنا لو معاك حريم ولا حاجه. هما بيعملوا المكان ده عشان هم متدينين بزياده يعني، ناس محترمه. فانت لو معاك حريم ولا حاجه تيجي تقعد ايه هنا. هو بص كاتب لك هذا المكان مخصص للعائله. تقفل على نفسك الايه الستاره دي وتقعد جوه كده. يعني والله ممكن نقعد هنا. حلوه دي. بص في قعدات هنا اهي كده اهي، تكييفك. كان فينا شاشه مش عارف شالوها ليه. تعالى احنا بقى قاعدين فين؟ تعالى بقى كده. صباح الفل. احنا قاعدين هنا بقى. بص المنيو، تعالى كده معايا. بص المنيو. احنا ايه لمينا شويه حاجات من المنيو كده عشان نجرب كل حاجه. استنى بقى الاكل ينزل ونشوف بقى ايه الاكل بتاعهم وايه الكلام ده كله. نتكلم بقى براحتنا. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده وصلنا المكان، نزلنا الاكل، قعدنا. شكل الاكل يعني انا جربت حاجات منه كتير قبل كده لان انا كنت جنب السكن بتاعي، فكنت باجي اكل هنا كتير. فانا عارف حاجات كتير جدا من اللي احنا هندوقها دي. بس الاخ صديقي اخويا محمد علام طالع معايا النهارده ليه بقى؟ عشان هو ما جربش قبل كده الاكل ده خالص، عايز اخد منه بقى الفيرست امبريشن، طبعا الانطباع الاولاني منه كده ونشوف. اخويا عم كريم، صوم طيبين الاول عشان لازم قبل رمضان نحييكم. احنا قبل رمضان، الفيديو ده هينزل في رمضان طبعا، بس هنصور قبل رمضان، الانترو نفسها تنزل قبل رمضان، فاكيد هنصور قبل رمضان. بس زي ما انتم شايفين كده الاكل ده كله، ده العيش بتاعهم، عيش الاوزبكي. هيظهر لكم الفيديو برضه بتاعه بس هو ساقع قوي يعني. بس زي ما انتم شايفين كده ناخد بقى حاجه كده ندوق. انت عايز تبدا بايه؟ ممكن شويه. نبدا بالسلطه. نخش على السلطه. سلطه اوليفيا. سلطه اوليفيا دي المفروض كان يبقى فيها حته لحمه، المره دي انا مش شايف اي لحمه. انا شايف في الصوص والبطاطس والبسله بس. تعالى بقى ندوق. خش يا باشا ما تكسفش، مش عايزك تتكسف. قول بسم الله. بسم الله. مش حلوه المره دي خالص. مسلوقه ني في ني. وانا عايز ايه الاصفر ده؟ الاصفر ده صفار بيض. ما انا شامم رايح بيض. انا قلت لهم مش رايح بيض. مم. هي بيض. شوف. لا لا مش عارف مالها بس لا. لما كان فيها اللحمه كانت احلى من كده بكتير. خش عليه دلوقتي. ممكن. شوف انت عايز تبدا بايه؟ لا لا قول. لا 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 اللي تقول عليه والله. الشرب. عايز الشوربه؟ هيبدا بالرز. خش بالصلصه بقى الاول. وش بالصلصه. مقبلات، نخليها في المقبلات. نخش على نروق على بعضنا كده. مورقه حلوه قوي. دي لحمه صح؟ دي لحمه تقريبا او مش عارف، هنشوف يعني هندوق نشوف. شايفينها؟ مورقه من جوه ومليانه حشو. يلا ندوق. بسم الله. بسم الله. لحمه مش فراخ. ايه رايك الاول؟ لا طعمها حلو بس اطرافها مش قوي. مملحه كمان في زياده سكر. ملحها زياده. اللحمه قبل كده كانت شقف سليمه صغيره كده، المره دي مفرومه. طعم اللي هي قوي باين. صح، طعم اللي هنا قوي باين. تورقتها دي حلوه قوي. في ساعات بيعملوها مورقه كده، ساعات بيعملوها عجينه سليمه. المورقه دي احلى كتير. لا بس حلوه. لا في الاغلب بيجي معاك شويه دقوس كده، حطه جواه وتقطع. حلو. خش عليه بقى على الشوربه ما تزعلكش. حاجه عم كريم. هات منديل كده نمسح المعلقه ما بين كل حاجه وحاجه عشان الايه طبعا ما تخمش الشوربه. الشوربه دي اسمها ايه يا عم؟ المنيو فين يا عم؟ اهو. تلاقي المنيو يا عم عشان نشوف الحاجات الغريبه اللي احنا بناكلها دي. المنيو دي اسمها ايه؟ دي اسمها مستوى. دي رز ولحمه وخضروات مع شوربه. الخضروات دي اللي هي فلفل الوان، جزر، بطاطس،
فاصوليا، خضره، كل حاجه فيها، كل بس حاجه. اقول لك حاجه الاول، مقطعين الخضار اللي فيها حلو قوي. مقطعينه بالقطاعه الزجزاج دي. كانه زي المخلل. خش بقى سمي الله وانزل تحت كده عشان في رز. بص تنزل تحت، في رز تحت، حط فيها رز ولحمه. لا مش الشغل بقى، بص شغل التيكيت وشغل العيانين ده. على البنطلون. احنا هنا مفيش الكلام ده، هموت. هنا مفيش الكلام ده. سمي الله وخش عايز ايه؟ وحش بياكل. دول اللحمه كده عاديه اهو. ايه؟ هي الحلو فيها ان ملحها خفيف كويسه. انا قبل كده كنت بجيب الشوربه اللي هي فين، اللي هي شوربه اسمها شوربه بس في المنيو، دي بتبقى عباره عن خضروات بس مع اللحم، مفيهاش حاجه ثانيه. هي العيب اللي فيها بصراحه الزيت، اللي فيها زيت كتير جدا، الزيت فيها كتير جدا. والرز انا مش فاهمه في الموضوع. بس ده تاني هي كده؟ كملح مظبوط، ملحها خفيف كده وحلو. افتر تيست بتاعها بصراحه حاجه حلوه. الخضار اللي فيها تحسه مسلوق ايه، في السريع كده. مش جزر. مجرد سلق قوي. شيء لا مش بس كده، يعني تحسه نايف نايف بالظبط. مش واخد بقى فواه بقى متحمره على البتاع، لا مع ان في زيت كتير، بس هم خضارهم دايما كده تحسه ايه، نص نص كده. انت واقف ساكت ليه؟ لا دي بتدوق مش هعزم عليك يعني، خش على طول. لازم تدوق بتمعن عشان تعرف تقول رايك. لو قلت من فوق كده تبقى انت بتضحك عرفت ان الناس. المنديل كويس. شفت. بس والله حلو. حلوه للمرضى اللي زيي اللي بطنهم هي وجعها. حلوه في العموم، يعني لو جاي اكلها لوحدي كفرت هاكلها مثلا ايه، حاجه معاها سمبوسه بتاع سمسه هتبقى حلوه. بس يتقل الزيت فيها يعني. هي الزيت على وشها كتير، زيت على وشها كتير، بس هم بيحبوها كده، مش هنرجع عليهم، احنا بنجرب اكلهم. انا بقول لك هي حلوه، يعني تقدر تيجي تجربها تجربه، هي مختلفه عن اكلنا احنا، مش شبه حاجه بناكلها في المطبخ المصري خالص، مختلفه. يعني في الرز عايم في ميه في حلوه يعني. خش على ايه؟ كتير البخاري الاخر عشان البخاري حلو قوي، انا متاكد ان البخاري ده عالمي، اللي باكله كتير. تعال ندوق الايه، جرمه لجمه. رحل بقى ده عندك كده، نخش على جرمه اللجمه. خد الشوكه بقى، سمي الله. بص يا باشا، اي حاجه هنا تلاقي على وشها خضار، والبصل الشرايح دي مش عارف ما حطوش هنا ليه، هو اتلخبط تقريبا نساه. انا شايف هنا برده كتير اهوت، في كل حته كتير. تمام. جرمه لجمه ب 90 جنيه. فيها ايه بقى؟ فيها عجين مقلي اللي هو ده، عجين مقلي بالزيت مع لحمه مع خضروات. خش يلا سمي الله وخش ابحث كده عن اللحمه معايا. قول بسم الله. لان قبل كده الاسعار هنا كانت رخيصه عن كده بكتير، وكان مليان لحمه. المره دي البورشنز قلت جدا. بسم الله. مش فاهم. طعم مش مفهوم. بس مش وحش فعلا يعني، مش وحشه ومش حلو، اللي هو اديها لغايه ما تلاقي اللحمه اللي فيها والنوع. يا دور بقى انت، اجتهد شويه. هتطلع في المعاد. ايه؟ اهي. هي غطسانه تحت، خلي بالك اهو، نضرب بالشوكه شويه. حته البصل كده، ندوب بالبصل بالطماطم بالايه، بس اللحمه حلوه، بالفلفل الالوان بالصوص اللي تحت وكله. طعمها بان قوي مع اللحمه متحمره. خليها مع العجينه فيها ندغه كده، الفلفل بيقرمش لسه، فلا حلو بقى مع بصل كمان. البصل حلو معاه، البصل بالخضره ده حلو معاه، مش دي. فلا شغاله يعني. اللحمه بتاعتها بصوا، لحمه حتت صغيره كده متحمره كويس. طعمها لوحدها مش احسن حاجه، بس لما تاخد الميكس كله سوا حاجه حلوه يعني. طبق حجمه حلو، شبع. 90 جنيه شبعش. مش رخيص يعني. مش هينفع ناكلها ما شبعش. انا بلعب حلو. تمام. نقيم كل طبق من دول من 10. السلطه لا دي مالهاش تقييم بصراحه. مش صفر. معلش الصمصه دي حلوه، انا نديها افتكر عشان بحبها بصراحه. نديها 8 عشان الطرف الطرف الناشف اللي فيها دوت بيخليها مش حلو قد كده يعني. نديها 7. انا اكلت احسن منها بكتير. ممكن عشان هم في فرن في السابع، ورا في ادغال الزاويه جوه كده، بيعملها حلوه قوي، بيعملها اكبر من كده بكتير، بيعملها ب 20 جنيه تقريبا، دي 25، هو بيعملها ب 20. تبقى في السنتريك رهيبه. نخش على ايه تاني؟ الشوربه اسمها ايه؟ مستواه. عايزين نحط لها اسم عشان مش كل شويه لما المستوى مش كل بحب المستوى تديها كام من 10؟ لا عشان الزيت اديها 6 يعني. لا انا هديها 9. ليه بقى؟ عشان وجبه متكامله، نشويات، خضروات، بروتين، لحمه. مع بعيد عن وجبه متكامله، انا متكامله مش جاي وطعمها حلو مش وحش. اراضي نفسي بالزيت اللي فيها هم ده بص، هو ده طريقتهم في الاكل، فهي حلوه بصراحه، عجباني يعني. رايك وانت حر فيه. الجرمة لجمن. جرمة لجمن دي، لا دي بصراحه حلوه لما تحط يعني تدوق مكوناتها كلها سوا. بصراحه حاجه حلوه. العجينه بتاعتهم دي بتندخ شويه كده، اسمها المكرونه الاسباجيتي، بس تندغ
فالناس اللي بتحب المكرونه الايطاليان باستا اللي هي بتبقى لسه فيها الندغه دي حلوه قوي، تعجبهم، ودي يدوي كمان عجينه يدوي فحلو. لا حلو ما شاء الله. نديها تخش بقى على ايه؟ اديها 9. انا اديتها 10. اديها 9 اديها 9 ونص عشان فيها كل حاجه متكامله، بس ما نشوف بقى يا بقيه باشا عشان البخاري عشان 10. عشان يا يوم كريم نديها ال 10. لا ما فيش حاجه تقارن بالبخاري، البخاري 10. الريحه طالعه من المشاوي دي ايه رهيبه. بص هو جايب لك مع المشاوي هنا رغيف عيش لبناني كبير كده، احنا هندوق بيه. لا سيب لي بقى الشوكه، بقى شوكه ايه بقى؟ مش محتاجه شوكه. شوكه دي بقى مش هخش لا. بالشوكه. هو هنا ما بينزلش طحينه مع المشاوي، ما عندهمش طحينه اصلا، ما فيش حاجه اسمها طحينه. هو محمد عمل لنا نص بصلايه كده مع الايه السيخ، ونص طماطمايه دوت، وشويه البصل والخضره لازم والطماطم دي. الخضره بتاعتهم دي سلطه كده خضره، وفي طماطم تحتها متقطعه طبعا حلوه. ديت ب 70 جنيه السيخ، هو بينزلوا السيخ. فتعالى ناخد ايه حته عيش كده، تاخد حته الفراخ على شويه الطماطم البصل، حته البصله الايه المشويه ديت. لا ثواني، دي فراخ مش لحمه اصلا. فراخ والله مع الميكس مش هتحس بالطعم فعلا قوي. ايوه الطعم يعني مشوي كأنها، ضرب. لحمه مشويه. ايوه والله بصراحه حلوه قوي حلوه قوي. جامده. لو تقيم الطبق ده كام؟ الشيش لا، مع ده بصراحة البصل مع كله مع بعضه ده 10. لا ده 10 من 10 بصراحه. 10 لا. جامد قوي. المشاوي كمان ممكن فيها اصلا طعم ما كنتش الفحم عارف انها فيها، فراخ من طعمها مشوي كويس. فحم ضارب قوي فيها، فطعمها حلو قوي قوي قوي. مشويه بص واخده التحميصه بره ومكبوسه في بعض بطريقه. بص الجوسنس، شايف الجوسنس من عندك؟ شايف مليانه جوس ازاي من ورا؟ شايف الجوس ازاي؟ منزله جوس تحتها بقى، ممكن قافلين النومه دي كده ومغمسين في الصوص اللي تحت ده كده. انت متمزج. في يا عم انا شايفك قاعد ما بتمزجش، توحد الله كريم الحاج. عايزك تسخن معايا كده. يا عم ده كده اهو. استغفر الله. يا خرابي كريم هيخلص هيقوم يجيب تاني. يا خرابي. مع الصوص اللي تحت ده رهيبه جامد قوي. رهيبه مع الصوص اللي تحت ده. الصوص تحت غرقان تحت شوية حته خضرة. اللحمه محدش واخد باله منه ده رهيب. انصحك تيجي تجرب هنا مشويه كأنك في مطعم مصري حلو جدا، احلى من الشيش المصري بكتير، واحسن من الشيش السوري بكتير. ادوا كام من 10؟ قلنا 10 قلنا 10. عرفت انت شايفين طبقه يعني اللي ورا الكاميرا بيموت، ينفعش نقول. قاعد بيموت بصراحه يعني. خش بقى على اكتر حاجه انا بحبها اصلا هنا، الرز البخاري. نشوف معمول صح ولا لا. تعالى والله ايه نقلب كده، المفروض فيه لحمه يا جماعه. يا جماعه اللحمه بقت فين يا جماعه؟ نديها واحده بسم الله اهي. شوف قلت نديها واحده بسم الله تلاقي اللحمه على طول. طلعت اهي في حته. بسم الله. رز مع الجزر. احكي لك قصه البخاري ده بس ندوق الاول. لا حلو. حلو اه قوي. عالمي. يعني انت لسه مش هتكمل الندغه لسه. انت اول ما تضرب المعلقه كده تلاقي الطعم طالع على طول. كان وحشني قوي. لا طعمه حلو. بص بقى عندهم انتوا تاريخ الاكل دي بقى. انا قاعد بحفظهم. قاعد بيحفظني بصراحه. والله كتر خير. قول بقى التعليم بقى. اقول قول حته وانت حته. يا عم قول بس لو غلطت في التاريخ لما تقطل هقول. يقول لي يعني الرز ده كان اسمه رز بخاري نسبة للإمام البخاري إنه كان بيحبه وبياكله دايما. هو الامام البخاري متسمي اصلا امام بخاري عشان هو مولود في مدينه بخارى، تمام؟ والاكله دي طالعه من مدينه بخارى. مدينه بخارى دي في اوزبكستان. فالاكله دي متسميه على اسمه وعلى اسم المدينه اللي هو متربي فيها، هو كان بيحبها، دي كانت اكله مفضله للامام البخاري. الاكله دي عامله ازاي بقى؟ الجزر ده بيتكرمل، تمام؟ بتحط معاه اللحمه في حله كبيره كده عامله كده، احط لك صورتها الفيديو بتاعها، كنت مصورها قبل كده في فلوج قديم هبقى اوريها لك برضه. ونقوم حاطين معاها الرز مع اللحمه، بعد اللحمه شبه تستوي تقوم حاطط الرز واللحمه دي تبقى مقطعه حتت صغيره وتسويهم مع بعض في الحله دي، وبعدين تغرفه كده، تمام؟ بيطلع لك بقى الطعم ده، بهاراته طبعا بقى ودنيته. لا يا جماعه ملحوظة الحتة دي أنا ما كنتش عارف أحفظها. اللي أنا هقولها مش سهل، لا طبق مش سهل. الرز حلو ومستوي كويس والدنيا ده كل حاجة مستوية حلو. هو ده 95 جنيه اكتر واحد فيهم يستاهل ده منه. ده طبق يكلفك. هو لقمة بس ده اكتر، لغمان دي. ده اكتر. اسمه قرمة لكمة. قرمة لغمان عشان إعراب للاسم ده عشان ناكله. ممكن يكون لقمان مثلا. لا هي مكتوبة في الترجمة بتاعتها لغ باللج لجمان. لغمان. بص الطبق ده مش مقارنة. رز البخاري تاكله في المطاعم الاوزبكستانية عموما لا رهيب. انا هحط لكم اي فيديو بقى جاي في رمضان برضه المطعم، هحط لكم اللوكيشن بتاعه تحت في الديسكربشن. لو اللينك تفتحه هتلاقي اللوكيشن بتاع جوجل مابس، تمام؟ تعالى نجرب ده، اهم حاجه ده. نخش بقى على ايه؟ قبل ما نخش على الحلو رتب لي دول كده، هتيجي تجرب انهي الاول ده وبعدين ده كده بسرعه بس. انا بالنسبه لي الرز معاه انا اجي اجيب دول مع بعض كده اكله
جامده قوي، كم؟ وعندهم مكرونه مظبوط. صراحه. ممكن الشوربه دي لو انا عايز في الاخر كده حاجه هاديه كده على المعده بعد الحته دي، والصمصه والصمصه ديت والشوربه نفس دي دي مستحيل مش اجيبها. هجيبها لا مستحيل اجيبها دي، خلاص الاخر دي يعني. بايظه دي. لا كل حاجه ممكن اجيبها تاني ما عدا دي بصراحه. بس لو انا جاي لوحدي عايز اروق على نفسي الطبق ده مع ده، ممكن اختم بواحد شوربه او اسخن بواحده سمبوسه ولا حاجه تبقى رهيبه. يوم تاني ممكن اجرب ده مع نفس هي جامده. لا المكان جامد يستاهل تجرب تجربه جديده، مطبخ جديد. نجرب ننزل بقى بالحلو والايه والشاي ونختم كده على الهادي. ده بقى التحليه هنا، ده شاي تشقندي. تشقندي على اسم عاصمه اوزبكستان، عاصمه تشقندي. الشاي ده عباره عن شاي اخضر وليمون واعشاب. تمام. هم عندهم في اوزبكستان هم بيشربوا في الترصيه دي كده، ما بيشربوش في مج زينا. ده المج بتاعنا العادي. عشان تمام. مصر. ودي كيكه العسل اللي هي الروسيه. تمام. بتبقى طبقات كده. مبدئيا اسعار الحاجات دي هنا رخيصه جدا، ارخص من الكافيهات بقى والمطاعم والحاجات دي كتير جدا. طبقات كتيره جدا. البراد ده رخيص، البراد ده يعمل مثلا احنا صبينا اهو 2 ويشرب 4 معانا او 3 معانا كمان، فهو حجمه حلو جدا. دول بقى دي كده. زي ما هي حاجه غريبه قوي. يا اسطى بيحبوه يعني، مش تجزعك، انت تحس انت عايز تاكل منها. حلو قوي. حلوه قوي. خفيفه جدا. انا ممكن اكل من ديت مثلا بتاع كامله، بقول لك بتحس انت عايز تاكل منها كتير قوي، ما تحسش باي سكر. فعلا مع الشاي اللي هم بيعملوه ما تحسش باي سكر خالص خالص. لا يا جماعه رهيبه رهيبه. ما من سنه لحد النهارده. لا 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 ما بيهزروش. ما بيهزروش. دول الشاي صحيح. لا يا جماعه لازم تيجي مخصوص لو تجرب دي. انا كنت بنزل مخصوص من السنه تساله اهو، باخده مخصوص الفجر. دي هنا تضرب دي وتروح تاني تشرب بقى الشاي. والله ما كانش فيه ليمون. لا كان فيه. ده رايق قوي من غير سكر يا جماعه مع البتاع دي كده. حلو قوي. الليمون فيه هم عصرين ليمونه واحده يعني ايه، الله. مش ليمون كتير اللي هو تحس انت بتشرب ايه، يريح بطنك بعد الاكل كده، شاي اخضر وبتاع بعد الزيوت اللي احنا شربناها دي. لا الشاي حلو قوي. شاي في بذر. شايف باذن الله. لا الشاي طعمه حلو قوي. كيكه حلوه قوي قوي قوي. يعني لو بتيجي بس تضرب الميكس ده كده وتمشي هتقوم مرضي جدا قوي جدا. يعني انا ارجع مخصوص اكل ده. بقول لك احنا بنيجي ناكل هنا، انا مش هرجع، احنا راجعين لده. احنا اصلا كنا هو ما جربش اكل اوزبكي ليه؟ احنا كنا بنيجي ناكل ده ونمشي قبل كده. جبته كذا مره هنا ناكل ده ونمشي. يعني بصراحه لا ده مش هاكل اوزبكي بعد الفجر يعني، اكيد مش هاكل اكل اوزبكي بعد الفجر دي. ده 10 من 10 مرتاح. ونجمه ونديهم امبابي يمضي معاهم هنا ينزل الطلبات للناس. الله الشاي حلو. الشاي حلو قوي. الشاي حلو قوي. شاي واحلى ما فيه ان هم يعني اعشاب معاه كده مع الكيكه، ان هم لو زودوا سكر هيبقى وحش قوي. حلو قوي مش قادر ابطل والله. حلو الناس اللي بطنهم تعبانه زيي. ده حلو والله جدا والله حلو قوي. بس كده احب اشكر اخويا محمد علام انه طلع معايا. لا يا عم ما تحرجنيش والله، ما تحرجنيش. الرسميات الحلوه دي. ولازم تيجي تجرب الاوزبكي. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين، بنقول على الايام بخير. ما تنساش تعملوا خير كتير طبعا، شهر الخير. مش عارف اقول كلام جد. لا ليله النصف من شعبان فكرهم بيها، دي اهم ليله في الشهر ده. والله يوم السبت الجاي. بس ده يبقى عدت صحيح، هتبقى عدت. هيكون بقى نص شهر عدى. هيكون نص شهر عدى فعلا. ده رابع يوم رمضان، ثالث او رابع يوم رمضان. رمضان يبدا الاثنين احنا الخميس. يبقى نركز في رمضان، احنا المفروض نركز في رمضان. في ليله النصف من رمضان جايه في ليله القدر تم يعني. في كل رمضان كله حلو يا جماعه. بس كده تضغطنا لايك شير سبسكرايب واستنى من الاثنين. استنى ما تقولش فيديو. استنى هختار بقى الطبق اللي احنا هنعمله من الحد ان شاء الله. انهي طبق احسن طبق عجبك في الاكل كله؟ الرز هنعمل ان شاء الله الرز البخاري يوم الاحد. استنى عشان تعرف طريقه الرز البخاري المظبوط الصح ان شاء الله. يعني هعمل سيرش على قد ما اقدر وهطلع لك الطريقه اعملها لك. فما تبخلش علينا لايك شير سبسكرايب عشان خاطر الراجل المحترم طلع معانا المره ده. وعايز تقول حاجه؟ بحبكم يلا من غير ما اعرفكم. من غير ما يلا. السلام.